نجد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية من برنامج أعطر الصباح. وفقرتنا اليوم خصصناها للحديث حول زراعة الأسنان، وهو أحد العلاجات الهامة في مجال طب الأسنان. الحديث أكثر معنا الدكتور جوان تمو، اختصاصي أمراض اللثة وزراعة الأسنان. مستمعينا الكرام، اليوم بفقرتنا الطبية من برنامج أعطر الصباح خصصناها للحديث حول زراعة الأسنان، وهو أحد العلاجات الهامة. يبدو في مشكلة تقنية عند الدكتور. شباب تكنيك عم بيحاولوا يحلوا المشكلة عبر الموجة 103.5 من قامشلو وريفها. عم تسمعونا وعبر البث المباشر لصفحة الإذاعة على موقع الفيسبوك بوير عربي، بترافقونا مشاهدة. هلأ الدكتور جوان تمو معنا عبر الهاتف. من جديد يسعد صباحك دكتور. صباح النور، يا أهلا وسهلا. دكتور، نتناول ببداية اللقاء ما المقصود بزراعة الأسنان، وما هي المواد التي تستخدمونها في هذه الزراعة؟ هلا زراعة الأسنان هي عملية تعويض مهم. لجذر السن المفقود بمادة معدنية نعم. تزرع ضمن العظم الفك. مهم. مشان هي المادة بتشكل قاعدة ثابتة مهم. يتركب عليها تاج السن أو التلبيسة مهم. بمرحلة لاحقة. نعم. هلا بالنسبة للمواد المستخدمة، مهم. سابقا يستخدم كثير مواد. أها. بس بالوقت الحالي صار الاستخدام الرئيسي هي مادة التيتانيوم الطبي النقي أها. أو التيتانيوم. نحن في نوع من التيتانيوم مم. مدمج بمادة الزيركونيوم. طبعا هالمادتين مواد آمنة جدا، مهم. ولها تقبل حيوي كبير من أنسجة الجسم، يعني من العظم. مهم. وبشكل عام الجهاز المناعي مهم. بيتقبلها بشكل كتير كبير، وما بيصير عندنا أي التهابات بشكل نعم. عام، يعني نسبة نجاح عالية جدا. نعم. دكتور، متى يتم اللجوء لهذا العلاج؟ علاج هلا السن بالزراعة، هل هناك حالات سنية بتتطلب وضعها أنه يتم اللجوء لهذا العلاج، أم أنه هو اختياري بكل الأحوال؟ هلا بشكل عام الزراعة في حالات بتكون اختيارية وفي حالات بتكون مهم. إلزامية. هلا بالمجمل العام كمبدأ زرع هو تعويض الفقد السني. نعم. فإذا إذا الحالة مناسبة مم. للزراعة من ناحية العظم، من ناحية إنه الوضع الصحي العام للمريض، بهيك حالات إنه الزراعة هو الخيار أها. الأمثل. بينما في حالات نحن بتكون إلزامية، يعني شخص ما عنده أسنان نهائيا، أها. البدلة السنية عنده في مم. صعوبة بتركيبها، فبالحالة بتكون إلزامية ما بتكون اختيارية. نعم. يعني إذا المريض عنده إمكانية إنه نركب له جسر ثابت بدون زراعة، في هالحالة المريض مم. هو نعم. بيختار يا إما زرعة يا إما جسر ثابت. مهم. بالحالات الثانية لما ما بيكون في أسنان، مم. أو الأسنان المجاورة مثلا بتكون سليمة 100%، مم. فبهالحالة في قسم من المرضى بيختاروا زرع، وفي قسم لا بيختار مثلا التعويضات المتحركة أو الجسور. الجسر. يعني في حالات هيك وفي حالات هيك. مهم. دكتور، بين الزراعة والجسر، إذا كان الخيارين متاحين، الأفضل هو الزراعة؟ طبعا طبعا، لأنه مم. نحن هلا طب الأسنان كمفهوم عام أو كمبدأ عام اختلف. مم. يعني بالخمسينات أو بالستينات مم. كان المبدأ العام لطب الأسنان هو إيقاف الألم عند المريض. مم. بينما يعني بالقرن الجديد وبالتطورات اللي صارت بشكل هائل على مم. أجهزة طب الأسنان أو على طلبات المرضى، نعم. فهلا صار المبدأ هو محافظة على النسج السنية، نعم. محافظة على أسنان المريض أكثر ما أنه إيقاف الألم. هذا تطور كبير بمجال الطب، أنه يتم طبعا الحفاظ على البنية السنية، لأنه البنية السنية ممكن تتعرض لمشاكل مع الزمن. حتى عمليات الجسر أو عمليات الزرع، رح نعرف منك أكثر، ممكن مع الزمن يصير في مشاكل، والمريض بيحتاج أنه يعمل من جديد علاج لسن ما أو لوضع ما طبعا بفكه أو طبعا لثته. طبعا. هلا يعني النسج داخل الفم هي ما بس النسج الصلبي، يعني مم. من اسنان ومن عظم، كمان في نسج رخوي، النسج اللثويه نعم. الاربطه حول الاسنان. فهو العلاج السني هلا حاليا
إمم. لازم يحافظ على النسج بشكل عام داخل الفم، سواء كانت لثة أو نسج داعمة للأسنان أو المحافظة على السن نفسه نعم. والعظم حول السن، لأنه هن عملية متكاملة. يعني أي خلل بأي جزء من هاي الأجزاء إمم. بينقل المشكلة والمرض للأجزاء الثانية. دكتور، تحدثت في بداية اللقاء حول مسألة إنه المبدأ الأساسي لزراعة السن. هل هناك أشكال لزراعة السن أم الأشكال يعني فينا نكتفي بالقول إنه تتعلق بمسألة المادة التي يتم اختيارها، سواء كان تيتانيوم أو تيتانيوم المدمج؟ لا لا، هلا مم. الزراعة يعني قصدك إنه بطرق الزراعة ولا المواد المستخدمة؟ كيف بتتصنف أشكال زراعة السن دكتور؟ يعني سواء كان بطرق العلاج أو بالمواد المستخدمة. طرق العلاج وفق ما هو معروف طبيا هناك التقليدي والفوري، إذ لم أكن تماما. مخطئة. هلا ها، بالنسبه تفضل. للمواد، انا هم. مثل ما قلت لحضرتك، يعني المواد هلا تقريبا عالميا هم. 99% من الزراعات المستخدمه هي زراعات التيتانيوم يعني. أها. بينما بالنسبه للطرق المستخدمه، هم. الطرق في طريقه بتعتمد على حاله المريض. يعني في عندنا زراعه فوريه، هم. يعني بتكون عمليه الزرع والتعويض هم. بشكل مباشر خلال مده زمنيه قصيره، مثلا ممكن من 3 ايام ل هم. 10 ايام يكون المريض خالص. وفي حالات هي نحن بنسميها الزراعه التقليديه. نعم. نحن بهي الحالات انه بيصير في انتظار. هم. يعني نحن بنحط الاساس، نحن بنسميه الغرسات، الزرعات هم. بتحط ضمن العظم، هم. وبنستنى من 6 اسابيع ل6 اشهر حسب وضع عظم المريض. بعدين بيصير في مرحله ثانيه نحن بنركب الاسنان. دك... هي بشكل عام هم. المبدئين الاساسيين او الطريقتين نعم. الاساسيه. طبعا في هم. طرق ثانيه، مثلا بحالات هم. العظم الضعيف نحن هم. بنسميها اول اون فور، يعني نحن بنحط 4 زرعات هم. فقط وبيصير تعويض لكامل الاسنان على هاي ال4 زرعات. طبعا في طرق نحن بنسميها سيرجيكال جايد، يعني هم. طرق موجهه رقميا. نعم. في طرق بدون شقوق جراحيه. هم. يعني في صراحه هو كل تقنيات مريض. دكتور ايه تندرج ايه ضمن التقنيات اللي انتم بتستخدموها، ولكن قبل التقنيات دكتور جوان أشرت للشكلين المتبعين في علاج الأسنان إيه. فيما يخص بالزراعة. ما الفرق بينهما؟ أشرت لبعض النقاط، ولكن نتحدث أكثر عن الفروقات بين العلاج هلا التقليدي والعلاج الفوري، أيهما أحسن؟ ما فينا نقول اي وحده احسن. يعني أها. احيانا هم. بتكون الزرعه الفوريه افضل لما يكون عظم المريض عظم صحي قوي، غياب تام للالتهابات. فهي هم. الحاله نحن ممكن تنحط الزرعه الفوريه، أها. تمام، ويصير هم. تعويض مباشر. نعم. بينما الحالات اللي يكون فيها نحن العظم رخو او العظم كثافته ما بالشكل تحتاج المطلوب، مدة. او مقاومة تنزيل هم. الزرعة، المقاومة بتكون ضعيفة. نحن في عنا قياسات معينة هم. لازم نحن نكون ملتزمين فيها. يعني مو انه اي كل مريض يجي هذا هم. المريض نحن فينا نحط له زرعة فورية، لا. في أها. مرضى بيتقبل جسمهم التعويض الفوري، في مرضى لا. هم. فيعني في حالات نحن اجانا مريض هم. بعظم قوي جدا خالي تماما من الالتهابات، وضعه الصحي تمام، الاطباق عنده، اطباق الاسنان عنده كثير مثالي. هم. بهي الحالات نحن بنشتغلها مع تعويض فوري. بينما اذا اجاني مريض انا احتاجت لاني احط له طعوم عظميه، احط له اغشيه، هم. العظم ضعيف، العظم رقيق، الكثافه ضعيفه، فبهي الحاله الطريقه التقليديه هي الافضل والامثل. نعم. يعني ما في افضليه لانه زرعه فوريه معناته افضليه لها، لا. هم. حاله المريض هي بتحدد. أها. ودكتور، فيما يتعلق بمتانة الحالة، يعني متانة وضعية السن بمكانه، ما راح تتأثر مع الزمن؟ كلاهما نفس الشيء يعني. هلا بالمجمل العام هم. اثنيناتهم نفس الشيء من ناحيه انه كمبدا عمل، يعني كاندماج هم. عظم اثنيناتهم نفس الاندماج عم بيصير. نفس القوة. الاختلاف الوحيد انه هم. بيعتمد هم. انه عظم المريض هو بيحدد نعم. انه اي تقنيه رح نستخدم، تعويض فوري او تعويض يعني بعد فتره تعويض لاحق. الشكلين. طبعا هم. الاهتمام المريض كمان له هم. دور بنجاح الزرعه او فشلها. أها. هناك جزء من المسؤولية يقع على عاتق المريض فيما يتعلق بالاهتمام. رح نتناول هالنقطة كمان في سياق لقائنا دكتور. عدد الجلسات في الشكل الفوري هي جلسة واحدة وفقط، أم عدة جلسات خلال هال10 أيام اللي أنت أشرت ما بين 3 ل10 أيام؟ هلا بالنسبه للتعويض الفوري مم. او الزرعه الفوريه، نحن بنحط الزرعه
إمم. وبناخد قياس للتعويض بنفس جلسة العملية. أها. وممكن إذا كان التعويض مؤقت، يعني نحن بنحط مادة ريزين، ممكن خلال 24 ساعة تكون جاهزة ونركب له إياها. أها. بحالات معينة ممكن بعد ساعتين نركب له التاج المؤقت. هلا بالنسبة للتعويض يعني اللاحق، إمم. هو بيكون يعني بعد فترة. إمم. نحن بنسوي إمم. الخطوات التالية، يعني ما أنا نعم. فورية. يعني الزرعة الفورية يعني دائما، يعني إمم. للأسف أخذين عنها مفهوم خاطئ، إنه خلص زرعة فورية معناته هي أفضل، أو معناته هي أسرع، نتائجها أفضل. لا، إمم. يعني كل مريض هذا يعني وضعه هو طبيب بيحدد بيحدد دكتور، طبيب تماما بيحدد. تماما. أها. دكتور، أشرت قبل قليل فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة التكنولوجية فيما يتعلق باستخداماتكم في مجال زراعة الأسنان، ما هي أهم تلك التقنيات التي تتبعونها؟ هلا صراحة في التقنية الأحدث، هم. وإن شاء الله قريبا رح تصير متوفرة عنا. أها. آه، يعني هي إلها علاقة بالمخابر أكثر ما أنه إلها علاقة بالطبيب. نعم. يعني نحن كأطباء ربما جاهزين لنستخدم هي التقنية، مهم. بس للأسف مخبريا لسه ما جاهزة المنطقة. بس أنا أتصور خلال شهرين ثلاثة رح تكون الأمور ما هي جاهزة بإذن هذه الله. التقنية دكتور؟ التقنية السيرجيكال جايد، أو هم. الموجهة رقميا. يعني مهم. نحن بنسوي زراعة عن طريق قالب يصنع مسبقا، مهم. عن طريق صور الأشعة، جهاز الأشعة الطبقي للأسنان السي بي سي تي. تأخذ، يعني نحن بناخذ صورة المريض، تتنزل على برنامج خاص، بيتم تصنيع قالب. هم. هذا القالب بيكون مثقوب بيحدد لنا أماكن الزرعات، المنطقة الأمثل هم. للزراعة. وبهي الحالة نحن بنحط الزرعات عن طريق هي الثقوب بدقة يعني عالية جدا، وبدون هم. أي شقوق جراحية، بدون آه. خياطة. يعني التأثيرات الجانبية هم. بتكون قليلة جدا. نعم. الألم عند المريض بيكون أقل ما يمكن، الوزن هم. هي الأمور بتكون بالحد الأدنى. هي الطريقة الأحدث نعم. اللي لسه نحن ما استخدمناها بالمنطقة هون. الأحدث هلا الطرق الثانية الأحدث إيه، بمجال طب الأسنان دكتور، ولا الأحدث اللي لسه ما إجت لعنا بمجال بالمنطقة؟ الزراعة بمجال هلا هي الزراعة. هم. بمجال الزراعة هي الطريقة الأحدث، يعني إنه نعم. عن طريق السيرجيكال جايد. هم. هلا نحن عم نستخدم طريقة قريبة عليها، إنه نحن عم نعتمد على صوت السي بي سي تي بحالات لما يكون العظم عريض، هم. وما في إمكانية، يعني ما فيها مغامرة. يعني نعم. أنا بشتغل حالات بدون شقوق جراحية. يعني هم. بنسوي كت للثة، بننزل الزرعة وبدون خياطة. هم. وحتى ممكن نحن نركب المشكلات اللثة هم. مباشرة بنفس جلسة الجراحة. هيك نحن بنختصر المرحلة نعم. الثانية. لما نيجي بدنا نسوي تعويض أو ناخذ طبعة، هم. بيصير عندنا اختصار ل 15 20 يوم بالمرحلة الثانية. نعم. دكتور، هلأ في سؤال، يعني الزراعة هو جراحة بالنهاية، هل هناك حالات صحية ينبغي الحذر إنه هالأشخاص إذا عندهم هالحالات الصحية إنه يكون في متابعة قبل إجراء الجراحة؟ بمعنى هل هناك حالات صحية ينبغي الحذر من التوجه للزراعة لهم؟ هلا بشكل عام كل شيء له علاقة بأمراض المناعة، هم. يفضل الابتعاد عنهم. أها. مثلا هشاشة العظام هم. المتقدمة، بالحالات المتقدمة، حالات يكون في اضطرابات بتخثر الدم. أها. المرضى السكريين هم. الغير مسيطر عليهم. هلا كمان في مفهوم خاطئ انه مريض سكري ما بيصير انه نزرع له. لا، مريض السكري مثله مثل اي شخص ثاني، مع شويه يعني اهتمام اضافي. بينما لما هم. يكون مريض سكري هم. غير مضبوط، يعني السكر عنده دائما عالي، نعم. بهي الحالات الزراعه بتكون شوي صعبه. هم. طبعا للحوامل فرضا هم. يفضل اجراء الجراحه ما بعد الولاده، هم. لانه السيطره على التاثيرات الجانبيه بتكون اسهل. أها. يعني بشكل عام يعني المدخنين بشكل شديد هم. جدا هم. ممكن يكون له تاثير على موضوع الزراعه. ولكن بشكل عام كون الزراعات متقبله حيويا، هم. فاذا المريض ما عنده مشاكل مناعيه او هشاشه عظام او وضع صحي غير مسيطر عليه، جميع المرضى في امكانيه ان نزرع له.
طبعا هذا الشيء بيحدده الطبيب لما بيلجأ له شخص ما أنه طبعا. يتم السؤال وإجراء الفحوصات اللازمة قبل أخذ القرار بإجراء الجراحة. دكتور، هل هي مؤلمة أم يتم التخدير؟ وكثيرا سيقولون هي آمنة في كل الأحوال، وما هي تبعات هلا أو مضاعفات ممكن أنه الشخص بعد الجراحة أنه يكون في مثلا ألم، التهاب، حرارة؟ شو هن هلا هلا المضاعفات؟ بشكل هم. عام زراعة الأسنان يعني تعتبر أكثر الإجراءات نجاحا وأمانا في طب الأسنان. نعم. يعني نسبة النجاح بالزراعة يعني تقريبا بتوصل ل 95%. أها. وهذا الشيء دليل، يعني هي نسبة عالمية طبعا. هم. هذا دليل انه الزراعة هي من يعني الإجراءات الآمنة جدا. نعم. هلا بالنسبة للموضوع الألم والتأثيرات الجانبية، هلا ما في جراحة بدون ألم. مهم. إجباري بعد الجراحة راح يكون في ألم، مم. ولكن ألم من شخص لشخص بتختلف حسب مم. عتبة الألم عنده، حسب الحالة. إذا كانت الحالة مثلا محتاجة لتطعيم عظم أو بدل للعظم أو إجراءات يعني صعبة، مم. ممكن وقتها يصير وزمة يعني مم. كبيرة، ممكن يكون في ألم. طبعا هذا يسيطر عليه عن طريق الأدوية أدوية ومسكنات. والعلاجات مم. الداعمة يعني نعم. والمسكنات. مم. بينما أغلب الحالات بتكون في ألم خفيف مم. بيختفي خلال أيام يعني. أها. دكتور، هلأ كيف أنتوا بتتأكدوا من أنه العملية ناجحة؟ والشخص كمان كيف فيه يتأكد أنه العملية ناجحة، تم زراعة السن بشكل جيد؟ لأنه ممكن يعني مع الاحترام لكل الدكاترة ممكن يكون في دكتور ما مختص بالدرجة الكافية، هذا الشيء ممكن يصير بمجال الطب. هلا أهم بالنسبة للمريض، مم. يعني هو أهم شيء إنه غياب الالتهابات وغياب الألم. أها. هذا بيأكد انه الزرعه ناجحه او غير ناجحه. هلا بالنسبه للطبيب يختلف المفهوم. مم. نحن بنعتمد على صوره الاشعه. صوره الاشعه هي الاساس اللي هي بتقيم لنا موضوع اذا كان في اندماج عظم او في امتصاص عظم بعد الزراعه. يعني الزراعه مم. كاجراء سهل جدا، يعني في مم. اي يعني اغلب الاطباء فيهم يحطوا زرعات. مم. ولكن هل هذا الطبيب في عنده امكانيه انه يحافظ على زرعته بشكل الموضوع او يعني بحالته الجيده؟ هذا هو الاجراء الاهم. مم. يعني اذا الزرعه صار فيها امتصاص عظم أو وقعت خلال مثلا سنتين او دكتور. ثلاثه، تعتبر زرعه فاشله. يعني أها. زرعه ما لازم يصير فيها امتصاص، يعني في نسبه امتصاص معينه 0.1% مم. سنويا. يعني اكثر من هذا هي النسبه مم. تعتبر زرعه فاشله. دكتور، لأنه أنا لما أعددت للقاء سألت حقيقة أحد الأشخاص قال لي أنه أنا وضعت زرعة، بعد فترة الزرعة وقعت. وقعت طبعا هذا للاسف. فقال الشخص أنه أنا التجأت للجسر لأنه أنا ما راح أقدر أحط الزرعة. يعني هذا الشيء له تبعات سلبية، معناته أنه إذا أنت هلا الزرعة فشلت معناته ما راح يكون في بديل لزرعة أخرى. هلا هذا الكلام ما نكتة دقيق. نحن هم. حتى لو زرعة فشلت ممكن زرعة تنشال نعم. وينترك العظم لمدة 8 أسابيع. ها ها. بعد 8 أسابيع بنرجع نحن بنقيم وضع العظم بصورة أشعة. مم. إذا كان وضع العظم يعني صار في ترميم، الجسم بيرمم بشكل ذاتي أو أها. حتى عن طريق طعوم عظمية، هم. ممكن ينزرع بنفس المحل. هلا موضوع فقدان الزرعة يعني للأسف بيصير بحالات ممكن يكون في خطأ من الطبيب، أو ممكن يكون في هم. الحالة ما مناسبة مثلا للتعويض الفوري. يعني هي الحالات نحن نعم. لازم يكون في صبر عند المريض وصبر عند الطبيب. مهم. يعني مو كل الحالات نحن بنعوض فورا، نعم. او ما لازم نستعجل نحن لحتى يصير عندنا اندماج عظمي. نعم. للاسف يعني في قسم مثلا بيحط الزرعه قبل التركيب ما بياخذوا صور اشعه. يعني نحن بعد ما نحن نخلص العمليه بعدها مثلا بشهر ونص او شهرين ناخذ صوره اشعه، نحن بنشوف اذا في عندنا أها، اندماج عظم ولا تتأكدوا. لا. هم. مشان ما نستعجل. احيانا في مرضى جسمهم بيتاخر بموضوع الاندماج العظم، فممكن مريض هم. نحن بنكون حاطين بالخطه العلاجيه تبعه انه نستنى شهرين، ممكن هم. هذا المريض نستنى 3 اشهر بدل شهرين. أها. فيعني هم. هي عباره عن اجراءات حتى لو تقليديه فوري الطبيب ممكن يتبعها. الأمر يعني يتطلب متابعة بعد شهور. دكتور، أشرت أنه في نصائح لازم أو أمور لازم المريض يتبعها، بمعنى هل هناك توجيهات توجهونها للمريض بعد إجراء الجراحة أنه يحافظ على جودة السن، وضعية السن بعد الانتهاء من الزراعة؟ طبعا هلا نحن هم. موضوع تنظيف الاسنان يوميا بالفرشاة والخيط هذا اساس. أها. في عندنا المضامض الفمويه، يعني هي مضادات للبكتيريا.
هي تعتبر إجراء يعني داعم ومساعد. مم. موضوع تجنب التدخين، مثلا العادات الضارة، مثلا في عنا في عادات، موضوع انه عض الاظافر، أها. فتح الاشياء بالاسنان، يعني تقطيع أساليب الاشياء خاطئة بالاسنان. بشكل عام يعني هي. إيه يعني مم. هي الاجراءات كثير يعني مهمه جدا. مثلا مراجعه الطبيب دوريا كل 6 اشهر مشان موضوع الفحص الدوري، مم. موضوع تنظيف الاسنان، المحافظه على اللثه. هي مم. الاجراءات هي الاساس انه بالنجاح، وهي اصلا بتأثر اساسا يعني. اجراءات وقائيه، يعني تطبق مم. على السن الطبيعي وتطبق على الزرعه كمان بنفس نفس المبادئ يعني. الدكتور، هلا الفرق، هناك يعني سؤال رح يسأله المتابع لنا، انه هل بشكل عام معروف انه علاجات الزرع هي باهظة الثمن، هذا الشيء معروف، ولكن هل هناك فرق في التكلفة فيما يتعلق بالفورية والتقليدية، ام هما نفس السعر يعني؟ هلا تقريبا التكلفه بالفوريه تيجي شوي اعلى نسبيا، مهم. لانه تحتاج الى يعني تقنيات رقميه، تيجان اها. مؤقته، مؤقته فوريه. مم. طبعا بنفس الوقت يعني هي بتوفر الوقت وعدد الجلسات. نعم. يعني لهيك يعني احيانا بعض المرضى بيفضلوا، مم. حتى لو مع تكلفه شوي اضافيه، مم. بيفضلوا يعني الموضوع الخيار الفوري. انا نعم. صراحه عندي بالعياده مهم. تقريبا الفوري والتقليدي تقريبا بتكلفه يعني قريبه على بعض. اها. دكتور، بشكل عام كيف بتقيم واقع يعني علاجات طب الأسنان والتقنيات المتوفرة عندنا بالمنطقة، وخبر حلو أشرت له قبل قليل، مسألة إنه في تقنية جديدة رح تكون موجودة عندنا بالمنطقة، وخاصة بالمخابر. هلا بالنسبه للواقع عندنا، المنطقه شهدت صراحه قفزه نوعيه مهم. يعني بتقنيات الزراعه والتجميل. نعم. طبعا طب الاسنان هو يعني بيعتمد، فيني اقول لك بنسبه 50% على المواد المستخدمه او الاجهزه المستخدمه. يعني هلا نعم. بشكل عام، مثلا كان عندنا معاناه قبل مثلا 3 4 سنوات بموضوع تقييم عظم الفك. يعني ما أها. كان عندنا نحن غير مم. صور البانوراما، كنا نعتمد عليها احيانا بالحالات المعقده والصعبه. يعني كان المريض يضطر يطلع على حلب او على الشام مشان ياخذ صوره CBCT. مم. هلا CBCT صار بكل مدينه صار في جهاز متوفر واجهزه حديثه جدا. يعني انا بالقامشلي مم. الجهاز المتوفر يعني يمكن بالشام ما في منه، يعني أها. كثير كثير متطور ويعطينا نتائج كثير حلوه. يعني هي مثلا هي وحده من الامور الكثير جيده اللي إيجابية. صارت عندنا. مم. المخابر عندنا صراحه كان في معاناه من المخابر. بشكل عام المخابر طورت المواد المستخدمه، طوروا مم. الاجهزه. حتى بالنسبه للاطباء يعني في جيل جديد يعني فتح وعم يشتغل مم. نعم. بتقنيات حلوه. مم. وهذا الشيء يعني صراحه نحن بيفرحنا يعني، وبيزيد أكيد. مستوى المنافسه. يعني كل ما زادت المنافسه كل مم. ما صار الطبيب عنده دافع انه يطور حاله اكثر. كثير شكر لك دكتور. بختام اللقاء إذا بتضيف أي شيء أو نقطة أنا ما سألت، تفضل. هلا بشكل عام يعني نحن انا بدي بس نقطه كثير مهمه، تفضل. انه زراعه الاسنان ان ما أنا مجرد تجميل، مم. بل استعاده لصحه ووظيفه الفم كامل. أها مشان دكتور. هيك مم. انه كل شخص فقد سن مم. انه ما لازم يأجل، لانه على التأجيل العظم بيصير فيه تراجع، تكون وكل تبعات ما زاد أسوأ. الوقت يعني كل ما زاد التراجع، وهالشيء مم. بيصير يعني بيسوي انه مشكلة اكبر وصعوبة اكبر مع تكلفة اعلى. نعم. فكل ما كانت الزرعة ابكر كانت النتيجة افضل، وبتدوم اكثر بالنسبة للمريض. كثير شكرا لك دكتور جوان تامو، اختصاصي أمراض اللثة وزراعة الأسنان، على كل هالمعلومات القيمة. جزيل الشكر دكتور.